أحلى سلام بأحلى تعابير الكلام وبكل لغات العالم ومشاعر الود والاحترام لكل متابعي قناة الكرام. القارة الجزائر سيدة المتوسط، هذه القناة التي تجمع بين السياسة الرياضة والاقتصاد. في فيديو جديد متجدد كالعادة نتكلم فيه على التربص الموفق للخضر محاربي الصحراء الذين سحقوا غواتيمالا بسباعية كاملة دون تلقي أي هدف، وتعادل ريتم عالي ضد المنتخب العالمي الأوروغواي بيتكوفيتش، والذي استدعى 10 لاعبين جدد لهذا التربص. بعضهم أثبتوا علو كعبهم. غواتيمالا التي اتهمها البعض بأنه منتخب ضعيف جدا، هذا المنتخب لم ينهزم بهذه النتيجة طيلة 30 سنة الماضية، وتعادل مؤخر مع كندا مرتين 0-0 وهدف لهدف، وتعادل مع منتخب الأوروغواي 0-0، وانهزم مع الإكوادور بثنائية 0-0، ومع أبطال العالم الأرجنتين وميسي سجلوا هدف في الأرجنتين وانهزموا برباعية -هدف. بمعنى أن المنتخب الجزائري لعب بحرية دون ضغط وخلق عديد الفرص في شق ثاني مباراة الأوروغواي التي تعتبر الأقوى، ومباراة كانت تكتيكية محضة وحرف في وسط الميدان وخطة رائعة ب3-5-2. هذا النهج الذي دخل به فلاديمير بيتكوفيتش، والتي تعتبر بروفا للمباراة الأولى ضد الأرجنتين التي تتحول أحيانا إلى خطة 3-4-4. والجيد القوة البدنية والتركيز العالي، حيث المنتخب الجزائري مارس الضغط العالي لآخر الدقائق وأطوار المباراة ضد أسطورة التدريب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا. تخيلوا آخر دقيقة الطاقم الفني للأورغواي حرم ولم يعطي الكرة للاعبين الجزائريين، وقاموا بتغييرات بإدخال لاعبين اثنين في 20 ثانية عن نهاية المباراة. عديد اللاعبين اكتسبوا نقاطا وبعضهم خسر نقاط في انتظار القائمة النهائية المشاركة بكأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، بعودة بعض اللاعبين ورحيل آخرين. تربص شهر مارس كان جيد وموفق، بالتوفيق لمحاربي الصحراء، وسلام.